الأطعمة البحرية. قام صديقي أسامة وهو من مدينة الإسكندرية بدعوتي أنا ومروان أخي إلى وجبة غداء بحرية. سعدت بهذه الدعوة لأنني أحب السمك وأعرف فوائد. فالمأكولات البحرية مليئة بأنواع من الفيتامينات لا توجد في غد. وصلنا أنا وأخي مروان عنده، وعندما فتح الباب وجدنا الأكل على الطاولة. جلست أنا وأخي مروان ثم نظرت إلى الطعام محاولا أن أميز الأنواع الموجودة، ولكنني لم أميز منها شيئا، فالطعام البحري الذي أعرفه هو السمك بأنواعه، ولكن لم يكن على الطاولة أي نوع من الأسماك التي أعرف. لاحظ صديق أسامة التعجب الذي كان يبدو علينا أنا وأخي مروان، فابتسم وقال: من الواضح أن أنواع الطعام بالنسبة لك يا سامح غريبة. دعني أشرح لك أنواع المأكولات البحرية أشار صديقي أسامة لأول صحن وقال: هذا ريتسا، وأنصحكما بأن تبدأ بها. فنظرت ووجدت شيئا على شكل قشرة صلبة تملأها أشواك وبداخلها بعض الفصوص اللينة. أخذ صديقي قطعة من الليمون وعصرها عليها، ثم بدأنا في الأكل. قال أخي مروان: هذه أول مرة آكل فيها بيتزا. قال أسامة: ولن تكون الأخيرة، فطعمها لذيذ جدا وهي غنية بالمعادن التي يحتاجها الجسم. قلت: يا أسامة، أقترح أن تعرفنا أنا ومروان ببقية الأطباق قبل أن نبدأ. أشار أسامة إلى صحن كبير به بعض الأصداف المفتوحة التي يميل لونها إلى الأبيض، وقال: أما هذا فجندوفلي، وهو غني بالفيتامينات الضرورية لصحة القلب، وطريقة أكله تختلف عن الريتسا وهي تؤكل هكذا. أخذ واحدة وفتحها وباستخدام ملعقة صغيرة أخرج اللحم الذي بداخلها وأكل. صاح أخي مروان: ما هذا الذي بداخل صحن الأرز؟ نظرت لصحن الأرز فوجدت بعض الأصداف لونها أسود تخرج من الأرز. قال أسامة: هذا بلح البحر، وهو غني بالفيتامينات والمعادن، وقد يؤكل وحده مثل الجندفلي أو يؤكل. جلسنا جميعا إلى الطاولة وبدأنا في الأكل، وكان للأكل نكهة خاصة. في البداية ساعدنا صديقي أسامة، ولكن مع التدريب صرنا أنا وأخي مروان ماهرين في أكل الريتسا والجندفلي وبلح البحر.